اهلا بيكم. احنا عملنا حلقات كتيره قوي عن كندا وقعدنا نتكلم عن كندا، بس اكتشفت الناس كتيره بتسال هو يعني ايه كندا واسم كندا ده جه منين وايه عايزين نعرف معلومات عن كندا. ففي الفيديو ده هنتعلم ونفهم اكتر عن كندا واكتر حاجات غريبه ومعلومات اتحداكم ان انتوا ما كنتوش تعرفوها حتى لو انتوا عايشين في كندا. هنتكلم عليها، هتلاقوا حاجات لذيذه مختلفه ومسليه، صدقوني هتتفاجئوا بيها. استنونا في الفيديو ده. هو اصلا كلمه كندا دي جت من فين او طلعت من فين؟ يا سيدي، زمان كان في سكان اصليين عايشين هناك وكانوا بيسموها كاناتا، يعني القريه او الوطن بلغه الإيريكوا اللي هم السكان الاصليين اللي كانوا عايشين في كندا. ولما هجم عليهم بقى المستكشفين الاوروبيين حوروا بقى الكلمه فبقت من كاناتا قالوا عليها كندا، وهو ده سبب اصل كلمه كندا اللي احنا بنقوله دلوقتي. والحقيقه ان في معلومات غريبه جدا ان كندا بتيجي في المرتبه الثانيه كاكبر دوله في العالم بعد روسيا. يعني تخيل كده، حجم مصر بالنسبه لكندا قد ايه؟ يعني لو قعدنا نبص كده نلعب شويه نجيب كندا يمين وشمال مع مصر، بص حجمها قد ايه. تقريبا مش هتغطي عشر مساحتها، ده بالعافيه مغطيه مساحه اونتاريو. كندا كبيره لدرجه ان فيها 6 مناطق زمنيه، تخيلوا، من نيوفيلاند لغايه فانكوفر. تخيل ان انت ممكن تسافر جوه كندا نفسها وتغير ساعتك حوالي 6 مرات. يعني انت متخيل حجم كندا قد ايه؟ 6 مناطق زمنيه مختلفه. يعني انا سافرت مثلا من تورونتو لفانكوفر حوالي 5 ساعات بالطياره، فرق توقيت 3 ساعات او 4 ساعات. سافرت احضر كان فرح صديق ليا يعني، وعلى الساعه 11 بالليل انا كنت خلاص بموت وعايز انام، والناس كلها مقضيها رقص وبيقولوا لي يلا يا عم اصحى معانا، انت بتنام ولا ايه؟ ما طبعا يا جماعه، ما الفرق 3 ساعات، انا خلاص الساعه 3 الصبح عندي هناك في تورونتو. فانتوا متخيلين يعني فرق الطريق قد ايه. المعلومه الثانيه، عندهم اطول طريق سريع في العالم اسمه ترانس كندا، طوله حوالي 7800 كيلومتر، بيربط ما بين مدينه فيكتوريا في بريتش كولومبيا في الغرب لغايه على الباسيفيك لغايه لابرادور على الاطلنطي. فتخيلوا ان يعني المسافه قد ايه بينهم، يعني حاجه ضخمه جدا. معلومه كمان مرعبه، ان تم تسجيل ابرد منطقه في كندا سنه 1947، وهي قريه صغيره جدا اسمها سناك في مقاطعه يوكن، درجه الحراره وصلت فيها لماينس 63 تحت الصفر. يعني انت متخيل ماينس 63 تحت الصفر ده حجمه عامل ازاي؟ انتوا متخيلين حجم السقعه اللي هتبقى فيها؟ احنا لما كانت بتوصل ماينس 30 35 كنا بنبقى متلجين بنموت. كندا فيها كمان أطول ساحل في العالم، طوله بيبلغ حوالي 200 ألف كيلو. يعني لو حبيت كده تتمشى معايا في يوم، نعمل دايت ونتمشى وكنا زهقانين، هنتمشى حوالي 4 سنين ونص. حد يتمشى معايا بقى يعني كده؟ أوكي. معلومة بقى غريبة جدا، إن 20% من المية الصالحة للشرب في العالم موجودة في كندا. ده الغريب جدا لأن عندهم بحيرات كتيرة جدا أكتر من أي بلد في العالم. معلومة كمان لذيذة قوي، إن تورونتو فيها أكتر من 10 مليون شجرة. كندا مليانة بالغابات، 10% من الغابات اللي في العالم موجودة هناك. يعني أنت بتتكلم بريتش كولومبيا لوحدها فيها 60 مليون هكتار من الغابات بمساحات تقريبا يعني قد لو جمعتهم على بعض يعملوا فرنسا والمانيا. انت متخيل؟ يعني لو جمعت البلدين على بعض يعملوا بس مساحه الغابات اللي موجوده في بريتش كولومبيا. وكل ده مفتوح للناس كلهم مجانا، يعني حضرتك تقدر تروح تخيم، تروح تقعد انت ومراتك واولادك، تروحوا تعملوا باربيكيو. الا طبعا في مناطق خاصه بالجيش خفيه جوه الغابات، ولكن كل الغابات دي مجانا. وده اللي اتكلمت عن الفيديو اللي فات. بس هقول لك حاجه، خلي بالك بقى من الناموس، عشان الناموس الكندي عملاق ومفيش حاجه بتاثر فيه تماما. حاجات بقى لذيذه جدا هنتكلم عليها. جينا بقى لمرحله الاكل. ممكن تستغرب جدا ان كندا ما عندهاش مطبخ خاص زي اي دوله تانية في العالم. يعني مصر عندنا المحاشي والمشويات والكشري والفول والطعميه وشويه الدلع بتاعنا بتاع مصر. كل دوله عندها الحته بتاعتها. كندا ما عندهاش، ولكن كندا بيعملوا 70% من الميبل سيرب بتاع العالم. الميبل سيرب ده حاجه شبه زي العسل كده، بس بيستخرجوه من عندهم. هم الوحيدين 70% بيطلع من عندهم هم. الحاجه بقى كمان اللي فظيعه، عندهم حاجه اسمها البوتين. اجمل حاجه في الدنيا ومش هتاكل زيها في اي حته في العالم، وتبقى يعني ما جيتش كندا لو ما اكلتش بوتين. ده طبق بطاطس محمره عليه جريفي وجبنه سايحه، واكتر يعني مقاطعه مشهوره بيه كيباك. والله انا جوعت. معلومه كمان مضحكه جدا، ان الكنديين بياكلوا ماك اند تشيز اكتر ب 55% من اصحابهم الامريكان. انتوا متخيلين؟ الكنديين بياكلوا كتير قوي. طيب حدقنا بقى كفايه، نبدا بقى نحلي.
انتوا عارفين ان على الرغم من الجو برد جدا 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 في كندا، الا ان الناس بتاكل ايس كريم، ومبيعات الايس كريم بتزيد جدا في الشتاء اكتر من الصيف. ما تسالنيش ليه، حتى انا ومراتي كنا نستنى الشتاء عشان ننزل نجيب ايس كريم وناكل. وعلى راي الهضبه، ايس كريم في ديسمبر، ايس كريم في جليد. تعالوا بقى ناخد شويه معلومات دمها خفيف واكلات لذيذه. تعرفوا مين اللي اخترع البيتزا بالاناناس؟ واحد اسمه سام بانوبولوس، وده مهاجر كندي جه لكندا سنه 1954 من اليونان، وقدر ان هو يعمل اول هوايان بيتزا في العالم اللي هي متقطع عليها الاناناس. عشان كده الكنديين هم من اكتر الناس اللي بياكلوا بيتزا الهوايان، وتروح اي محل هتلاقيها من اكتر الاطباق المشهوره في كندا. يعني لازم تجربها لما تيجي، ده مش تهريج، ده بجد. كندا كمان عندها اكبر عدد من حيوان الموس في العالم، بيوصل لحوالي 1,000,000 حيوان، يعني ده رقم كبير جدا. كندا بقى مجانين حاجه اسمها هوكي، مجانين يعني انت ما تهزرش مع حد في الهوكي، زي مصر كده ما تهزرش مع حد في الاهلي والزمالك. دي مش رياضه، ده عشق وحب وجنون وعبط وهبل وكل حاجه. فريق اسمه الميبل ليدز، وهو ده الفريق الوطني الكندي بتاع كندا. احلى اختراعات طلعت من كندا. طبعا الجيل بتاعنا كله فاكر حاجه اسمها البلاك بيري والبي بي ام. طبعا عارفين ان كانوا مخترعين الكلام ده شركه كنديه اسمها ريم. كنتوا تعرفوا كمان ان مخترع التليفون هو الكسندر جراهام بيل اللي احنا عارفينه، كان كندي الاصل. وان مخترعين التوقيتات بقى الزمنيه اللي عمالين نتكلم عنها حوالين العالم ده كله هو سير الكسندر فليمنج، وده كندي برضه. الغريبة ان كمان المكتشف للانسولين لمرضى السكر هو سير فريدريك بنتنج، وده كان راجل دكتور كندي. حاجات كتيرة جدا طلعت من كندا يمكن احنا ما نعرفهاش، ولكن او خلاص احنا متعودين ان كل الاختراعات بتطلع من اوروبا او من امريكا، لكن كندا طلع منها حاجات كتيرة جدا. في النهاية كان فيديو سريع، قلت اخلي لكم كده حاجة لذيذة نتكلم بقى عن حاجة دمها خفيف. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وفادكم، هسيبكم بقى عشان تلحقوا، احنا في موسم دخول المدارس وتجهيزات المدارس. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتشيروا الفيديو مع اكتر عدد من الناس عشان يوصل لاكتر عدد من الناس. مبسوطين جدا ان احنا كنا معاكم النهارده، ونشوفكم في الفيديو الجاي.